معظم البنات بيحتاروا لما بتكون عندهم سهرة او مناسبة بالليل او خطوبة واحدة قريبتهم او صاحبتهم، وبيبقوا عايزين يعملوا مكياج حلو قوي وفي نفس الوقت يكون مختلف وجديد بس مش عارفين. اهدى اهدى يا غالية، اهدى يا غالية. ما هذا الذي أرى؟ إني أرى عجبا، سبحان مغير الأحوال. مين دي؟ والله يا شيخة ما عرفتك إلا من صوتك. عرفتي بقى إن وشك ملعوب فيه؟ مش قلتلك وشك ملعوب فيه في الفيديو اللي فات وزعلوا؟ لا، وكنا لسه بنلبس هدوم عادية، يعني ما كناش بنجيب فساتين ماركات عشان نرميها تحت رجلين جوزك وهو داخل. بس تصدقي بالله كنتي طبيعية، كنتي حقيقية، فكنتي رقيقة وشيك بدل ما انتي فيك دلوقتي. وبالنسبة للناس اللي زعلانين وكانوا بيقولوا لي يا رب ياسمين عز تقضيكي، تقضيني لمجرد ان انا بقول لها عيب ما تقوليش على الستات كده، تقضيني عشان مختلفة معاها في وجهة النظر بس فتقضيني. انتوا للدرجة دي واخدين على القهر والذل؟ يعني للدرجة دي القهر بالنسبة لكم اسلوب حياة؟ ما عشان كده هي عاجباكم، عشان بتقهركم. لا حول ولا قوة الا بالله. على العموم لو في حد المفروض يقاضي حد، فانا بيتهيالي ان المفروض ستات مصر كلهم هم اللي يقاضوا ياسمين عز، مش هي.